السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم والمساء. هاد القصة اللي جبنا معنا اليوم إن شاء الله قصة قديمة من جنوب السعودية. هذا واحد السيد كان كيديرو الفلاحة المعيشية زمان، كان كيجرو الدلو بالجمال. منين حصد الحصاد ديالو باع القمح وباع الزرع ديالو وجمع داك الحصيصة. عيط لواحد من ولادو عنده 20 21 عام، قال لي غتمشي مسيرة يوم لفيلاج فلاني، غتسول فلان بن فلان راه سيد صاحبي، تعطيه هاد الفلوس. قال له قال لك با عطيه جوج جمال صغارين مازال اللي قد يجرو الدلو من البير. مشى الولد وصل للفيلاج، سول في المحل صاحب باه لقاه مسدود. قالوا ليه اودي سير راه الدار ديالو كاينه ورا الجامع بلاصه فلانيه. فعلا مشى ورا الجامع، سول قالوا ليه ها الدار، لقى الباب مفتوح، دخل مع الباب كتبان ليه واحد البنت محجبه دايزه. هو يرجع، رجع ملي شاف داك البنت بقات ليه في خاطرو. رجع تاني نحنح ودق الباب. ديك البنية دخل قال لي دخل المجلس، الصالون ديالهم، دخل المجلس راه فيه. دخل لقى باه تما، السلام عليكم. السلام. قال لي أنا ولد فلان بن فلان. قال لي يا مرحبا يا هلا يا مرحبا ولد فلان، لاباس عليك صحا بخير؟ ياك كاين ياك ما كاين باس عند باك، ياك لاباس عليك؟ قال لي كلشي بخير، كلشي على حسن ما يرام. قال لي ودي راه قال لك با راه عطاني الفلوس، قال لك هاك زوجني. راه قال لي با راه خباري عنده واحد البنت، راه قال لك هاك زوجني. قال لي علاش ما جا با؟ قال لي ودي راه ما مساليش مشغول. قال ليه واخا. قال ليه واخا بلاتي، شد داك الفلوس راه كتار، دخل عند مالين الدار تشاور معاه، ما رجع. قال لي وليدي هاد الليله ان شاء الله نديرو لك العرس، هاد الليله بشرت لي على العرس. الليله جاب العادل، داروا العقد. زوجوه ديك الليلة. عنده واحد البيت ورا الدار، دخلوا ليه. عاش واحد 3 أيام ملك. نهار الرابع بدا السيد كيفكر داكشي اللي صيفطو باه. بدا السيد تقلق. جات ليه مرتو، قالت ليه ياك لاباس، ياك ما نقص لك شي حاجة، ياك ما درت لك شي حاجة، قال لي اودي انا في الصراحة راه صيفطني با اللي عند باك ندير ليه جوج جمال، ماشي الزواج لا شتي. غير نهار شفتك دزتي قدامي بقيتي لي في قلبي وقلبت الهضرة. قالت لي يكون خير إن شاء الله يكون خير. البنت مشات عند أمها، حيت كتعرف العيالات وهما الساروت ديال الرجالة. مشات عند أمها، قالت ليها أمي هاد السيد ولد صاحب با اللي جا تزوج بيا راه ما كانش جاي يتزوج بيا، راه كان صيفطو با يدي ليه جوج جمال باش يسقي الفلاحة. قالت لي اش قلتي؟ قال لي هكا اللي قلت لك أمي. المرا فكرات هي تمشي عند الراجل. قالت ليه اودي بريها اش وقع طارشه في البنت، بقات في قلبو اش وقع. ولكن دابا قالت ليه شو دبري على جوج جمال، عطيه جوج جمال. قال لي هذا دابا راه ولدنا، هذا على خليه اللي سميتو، عطيه جوج جمال يديه معاه، يرجع لعند باه. راه دابا راه بحال ولدنا، مزوج بنتنا، نسيبنا راه ولدنا، هذا كتحسب ولد. صافي. فكر صاحب باه، فكر مزيان، دبر ليه على جوج جمال، دبر ليه على، عطاه واحد العدد ديال الفلوس. قال لها هاك انا تسير انت ومرتك في الطريق، المهم فلوسك باش تسير على مرتك. و وجاب لينا الرزاق، داك الرزاق اللي قد يصيفط داك الشيء المهم ديال السلعه صيفطو لصاحبو. لصاحبو. ركبوا فرح السيد، دا معاه المراه ودا معاه الجمال، رجع عند باه. باه كيخرج ويدخل، حيت نورمالمون ما خصوش يفوت يومين، خصو يمشي نهار يبعد عند السيد، ونهار اخر يرجع يومين. هو وصل 5 ايام. بقى مسكين كيخرج ويدخل بهاد الولد كيدخل ويخرج. شويه قالت ليه مرتو، كي شويه كيقول لمرتو واش ما جا الولد؟ ياك ما جا فلان؟ مازال ما جا. شويه تقول له المرا، كتبان لهم التسع راكبين على الجمال. المرا دايره في الهودج، قالت ليه راه واحد الضياف جايينك. شويه كيبان راه دار واحد الشماغ ديال العرس داروا فوق الراس. قالت ليه هادو راه زاين ومازال يلاه مزوجين. وجدوا العافيه، شعلوا العافيه، وجدوا القوه، وجدوا المسائل. منين قرب كيشوف راه ولدهم. نزل با قال له ابا اسمح لي، اش درت؟ قال له بيض الله وجهك، جبتينا، زوجتي وجبتينا وجبتينا الجمال. الله يكثر. قالت له المسامحه ولدي. شوف الاقدار الالهيه واش كدير، سبحان الله العظيم. صيفطوا با يجيب الجمال، صدق جاب معاه حتى المراه. ايوا هادشي اللي جبنا في هذه القصه. الا عجبتكم شاركوا في القناه ونجيبوا قصه اخرى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.